ككل سنه رانا في الطبعه الثالثه، وراي من طبعه لطبعه هذه الدوره الجهويه راهي تكبر. كما اليوم جونا فرق مش موالفين مثل تيزي وزو، الجزائر العاصمه الى اخره. الهدف من هذه الدوره على كل حال هو هذه الفئه تاع الاصاغر، يعني عندهم شويه نقص في المنافسات الى اخره. على ذيك حنايا خممنا فيهم دائما باش نديروا لهم دورات كيما هكايا باش نطلعوا المستوى تاع الجيدو، وباش لا فورماسيون تكون ولا التكوين ويعطينا شغل نتائج تاع التكوين تاعنا بهذه المنافسات الوديه. لانه الصيف هذا اصاغر، احنا ماناش رايحين نطلبوا منهم باش يجيبوا لنا نتائج ولا، لكن هذا يعاوننا في التكوين تاعنا ونديروا نشوفوا المستوى اللي وصلنا ليه. وهذا ككل هو يساهم في تطوير رياضه الجيدو على مستوى الولايه وعلى كل الجهات ان شاء الله. كما راكم دائما تحفزونا انتم، على كل حال نشكركم، راكم دائما ترافقونا، وهذا الشيء يحفزنا باش احنا نواصلوا وما نملوش ونزيدوا ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله. الصراحه جات مليحه بزاف، ونشكر المنظمين والمؤطرين على هذه الدوره، وجات التنظيم بزاف هايل، والمؤطرين كانوا بزاف ملاح وبزاف هايلين، خصوصا في التحكيم كانوا بزاف عادلين بيناتنا وما كانوش يظلموا حتى واحد. والحمد لله ان شاء الله، الحمد لله قبل ما اكثر ان شاء الله. وان شاء الله هذه التونوا ما تخلصش هنا، ان شاء الله هذه البديه وما تخلصش ان شاء الله، تدرع عام ومورا عام ومورا عام وما تحبش ان شاء الله. اخاف الاول عقيده قوسي هذا كل مدكيو كذا ليز عندك ليلو واحد هذا كي عشلو فاش نشارك في كومبيتيسيون يا كاع نروح حد نربح نحقق الحلم منا. السلام عليكم، ثم تهضر حبيبي اكيد. نسات سيقواضيين نفاذ طاسه كنا نخدم مشاركه يجي شلوف لا نيذ ناخسوا سوا يهان الله بيتر يهان تربان نسات نربح نقيم ما نخسر نربح ما نربح نخسر. اليوم رانا متواجدين في دوره جهويه بمناسبه ليالي رمضان. الهدف تاعنا من هذه المشاركه هو رفع المستوى للرياضيين اللي يشرفوا ان شاء الله النادي مستقبلا، والاحتكاك ما بين المصارعين اللي عندهم مستوى. مبادره لا باس بها، ونتمنى يكون تكرار تاعها تاتي بالنتائج على الرياضيين. مبادره لا باس بها، ومعنا راهم تشوف معنا 6 ولايات هنا راهم ضيوف شرف عندنا في الولايه تاع شلف، ونتمنى ان شاء الله تكون ان شاء الله مبادرات كل شهر كل شهرين كل 3 اشهر يكونوا مبادرات كما هذو باهي يطلع المستوى نتاع جيدو في الولايه نتاع شلف. وراني اليوم متواجد معهم ضيف شرف، ونشكرهم من هذا المنبر ونشكروا قناه الوطنيه. الحمد لله تشرفنا اليوم بالحضور في ولايه شلف، الولايه المضيافه البطوله ولا الدوره الرمضانيه الثالثه والطبعه الثالثه من نوعها الجيد، اللي عباره عن دوره وطنيه مش جهويه، لان مشاركه اكثر من 15 نادي. الحمد لله الدوره تسير على ما يرام على قدم وساق. نشكر كل الطاقم وكل المنظمين لهذه الدوره الجد رائعه، والحمد لله على المشاركه والسير الحسن لهذه البطوله. كما على بالكم الحمد لله الدوره راهي ناجحه 100%. ناس شرف نقول لهم بارك الله فيكم، كما نقولوا كفوا ووفوا. الدوره راهي في احسن تنظيم، حكام يعطيهم الصحه ثانيك ماهوش محتاجين اي فريق. زيد حاجه واحده اخرى، الحاجه الاولى اللي نتحيوا بها اخي ياسين اللي قام كما نقولوا احنا قام بالدوره هذه، بارك الله فيه الشيخ ياسين الله يجازيه ثاني خير الجزاء. ما عندي واش نزيد نقول، والله ما خليتونا ما نقولوا، احنا من البليده جينا لكم لنا حسينا روحنا رانا في دارنا. صافي بليزير يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. احنا كبلديه واريزان حضرنا كما يقول لك هكا بشرف كما يقول لك، والدوره راهي فاتت في اجواء رمضانيه ما عندنا ما نقولوا فيها ما شاء الله، وكلش بارك الله فيهم. ونشكر ولايه شلف على الحضور كاع الناس اللي حضرت هنايا، الحمد لله يا ربي كما يقول لك دوره ما شاء الله. دونك حنا متشرفين بوجودنا هنا يعني في شلف في الدوره هذه الوديه، وراهي وقيلا الله اعلم الطبعه الثالثه. حاجه مليحه، نشكر المنظمين يعني النوادي والرابطه ومديريه الشبيبه والرياضه.
كمثل هذه المبادرات يتطور الجودو، لازم تعمم عبر كل انحاء الوطن، باسكو هي الطريقه الوحيده باش الجودو يتطور، سيرتو في الفئات الصغرى هذوما. اونكور اون فوا بارك الله فيكم للدعوه، والدعوه راهي تمشي بيان، تنظيم مميز، شيء جميل ويصرى لنا اليوم في الشلف، وان شاء الله تتعاود وتتكرر عبر جميع انحاء الوطن. حج مهدي وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.